موضوعنا النهارده هنتكلم عن لاعب من اهم لاعبي كرة القدم في العالم وعلى مر التاريخ كمان. شارك كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولات كتيرة جدا، واهمهم طبعا بطولة كاس العالم. ايه هو بقى تاريخ النجم دوت في الاندية وفي المونديال؟ مفيش شك طبعا ان كريستيانو رونالدو احد اهم لاعبين كرة القدم في العالم على مر التاريخ، لانه بكل بساطة كسب كل البطولات مع الاندية اللي لعب فيها. مثلا فاز كريستيانو رونالدو ب5 ألقاب من دوري الابطال، وكلنا عارفين يعني ايه دوري ابطال، وكتير جدا من بطولات الدوري مع نادي ريال مدريد ومانشستر يونايتد واليوفنتوس، وكان جزء كبير جدا من نجاح الانديه دي في الفتره اللي كان فيها. ده غير طبعا الجوائز الفرديه اللي هو اخدها، واهمهم الكره الذهبيه اللي اخدها 5 مرات. ظهر كريستيانو لاول مره مع البرتغال سنه 2003، وما زال لحد الان معاهم في مونديال قطر 2022، وهو قائد المنتخب على فكره، وكمان هو الهداف التاريخي للبرتغال حاليا. ده غير انه فاز ببطوله اليورو، ويكون ده اول لقب دولي يحققه كريستيانو. لكن موضوعنا الاهم دلوقتي، ايه هو تاريخ كريستيانو رونالدو ده في كاس العالم؟ اول مشاركه لكريستيانو في كاس العالم كانت سنه 2006، واللي اتلعبت في المانيا. كان وقتها عنده 21 سنه، يعني شاب صغير كده، لكنه قدم كاس عالم مذهل وفريد من نوعه، وده خلاه يلعب مع افضل لاعبي البرتغال على مر التاريخ، وعلى راسهم لويس فيجو طبعا، اللي كلنا عارفين يعني ايه فيجو. وبعد كده قاد جيل البرتغال في كاس العالم 2010، وبعدها وصل بيهم برضه في مونديال 2014 في البرازيل. وكتير مننا فكر الفتره دي ان كريستيانو هيختم مسيرته في مونديال 2018 وده اخر مونديال ليه، لكن النجم البرتغالي كريستيانو حاليا بيقود البرتغال في مونديال قطر 2022، ويعتبر دي 5 مشاركه ليه في نسخ كاس العالم. وفي ال4 نسخ اللي فاتوا لعب كريستيانو 17 مباراه، سجل 7 اهداف وصنع هدفين. والنهارده رونالدو يعزز رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للبرتغال، ويقود منتخب بلاده للفوز على المنتخب الغاني 3-2، ويسجل اول اهداف المباراه، ويبقى الهدف رقم 8 لكريستيانو في كاس العالم، ويتفوق على ميسي بهدف وحيد فقط. وما تنسوش لو عجبكم الموضوع تعملوا لي لايك وفولو علشان يوصل لكم كل جديد. صح، نسيت اقول لكم الاهم من ده كله، انا محمد اشرف.